مسلسل تريزون مسلسل بريطاني جديد على نتفليكس، دراما تشويق إثارة، من كتابة وإخراج مات تشارمان اللي عمل فيلم بريدج اوف سبايس، ومن بطولة وجوه مألوفة جدا: تشارلي كوكس بطل مسلسل دير ديفل، وأولجا كورولينكو اللي شفناها في فيلم هيتمان، وسيارا هينس آخر مرة شفناها فيها كان فيلم بيلفاست. المسلسل قصير جدا، 5 حلقات، كل حلقة 40 دقيقة، تقدر بكل سهولة تاخده كله في جلسة واحدة، واخد تصنيف TVMA، المفروض انه لكبار فقط، بس بصراحة انا شايف انه ما فيهوش حاجة قوي، يعني خالي من اي مشاهد خارجة، والمشاهد العنيفة قليلة جدا. احداث المسلسل بتدور عن ادم لورنس، نائب رئيس المخابرات الامريكية. كارا عميلة روسية بتسمم الرئيس، فبالتالي ادم بيمسك منصبه، ولكن مراته بتكتشف انه ممكن يكون عميل مزدوج. بيحصل صراع بين المخابرات الامريكيه والروسيه، وكل الشخصيات مشكوك في امرها، ولكن اسره ادم بتتعرض للخطر. فهل ادم فعلا عميل مزدوج؟ وايه تاثير الصراع ده على حياه اسرته؟ مسلسل متوسط جدا على مستوى كل حاجه تقريبا. القصه طبعا كليشيه قوي، شفناه مليون مره قبل كده. الاخراج تلفزيوني شويه، بحس اني قاعد بتفرج على مسلسل من المسلسلات بتاعت MBC4. اللي خلاني اشوف المسلسل ده انه من كتابه نفس الشخص اللي عمل بريدج اوف سبايس. الفيلم ده من اجمد الافلام اللي بتتكلم عن الجواسيس والمخابرات والحاجات دي. حسيت ان ممكن المسلسل ده يكون فيه نفس الروح على الاقل بتاعت الفيلم، ولكن طبعا المقارنه بعيده تماما. وبرضه التريلر خلتني احط توقعات على المسلسل. عندنا شخصيه ادم صغير شويه، ما عندوش خبره قوي انه يمسك رئيس المخابرات الامريكيه، فبالتالي مشكوك فيه انه ممكن يكون خاين ومتآمر مع الروسيين ضد امريكا. الرئيس بيثق فيه انه يمسك بداله، ولكن ادم دلوقتي اصبح في خطر اكبر، لان كل الاعداء بقوا اعدائه، وده بيشكل خطر كبير على مراته وولاده. مراته بتشك فيه وبتحس انه بيعمل حاجات غريبه، بيتكلم مع واحده في منتهى السريه، حاسه انه بيخونها، حاسه انه خاين وعميل لبلده. عاجبني ان المسلسل برغم انه ممكن يكون متوقع جدا، ولكن القصه كل شويه تاخد مسارات مختلفه، في حاجات كتير ما بتقدرش تتوقعها. ده بيخليك مركز على طول مع الاحداث، كل حلقه بتخلص بتبقى عايز تشوف اللي بعدها. اول حلقتين بس اللي كانوا مملين شويه، الحلقه الثالثه والرابعه جامدين جدا، والحلقه الخامسه الى حد ما عاديه شويه. اللي عجبني فيها بس ان المسلسل كان جريء، ما بيخافش انه يضحي بشخصيات مهمه. الحلقه الثالثه والرابعه بصراحه عجبوني جدا، السيناريو فيهم مكتوب حلو، الاحداث بتتعقد جامد، كله عنده اسرار، في تساؤلات، في شكوك، بتحس فعلا باجواء الجواسيس والمخابرات والمعلومات السريه، بتحس فعلا بالخطر على اسره ادم، مين اللي نثق فيه ومين اللي ما نثقش فيه. عاجبني ان ادم بيحاول على قد ما يقدر يفصل بين حياته المهنيه وحياته الشخصيه، ولكن اعدائه بيحاربوه اصلا من خلال اسرته. علاقه ادم بمراته بتتاثر بالسلب بسبب كل اللي بيحصل، ولكن بالاخص بسبب احتماليه انه بيخونها مع كارا العميله الروسيه اللي هو بيتعاون معاها. كفكره المسلسل حلو، ولكن طبعا التنفيذ مش افضل حاجه. الحبكه مليانه ثغرات، في بعض الاحيان بتضحك، حاجات كتير بتعتمد على الصدف، الشخصيات بتاخد قرارات غبيه. برضو الاداء التمثيلي متوسط، مش ده اللي كنت متوقعه من تشارلي كوكس الحقيقه. ولكن عجبني جدا اداء اونا تشابلن اللي عامله دور مراته، في انفعالات، في عياط، في مشاهد عاطفيه، ادائها كان في بعض الاحيان مؤثر. التصوير في المسلسل حلو، كواليتي نضيفه جدا، والموسيقى التصويريه برضو حلوه مناسبه للاحداث، بتخلي الواحد يندمج ويفضل مركز. والاكشن ضعيف، ما فيهوش اي حاجه مميزه، ومشاهد قليله جدا. من الاخر مسلسل نتفليكساوي عادي جدا، الحاجه اللي بتميزه بس انه قصير، لو اتفرجت عليه مش هتندم او مش هتحس انك ضيعت فيه وقت، بس هتتفرج عليه مره وهتنساه. مسلسل تريزون تقييمي ليه 6/10. وبس كده، دي كل حاجه عندي الفيديو ده. ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر التنبيهات، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.